ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه جديده، وطبعا طبعا طبعا هي مش حاجه جديده في القناه، بس هي حاجه جديده في سلسله مشتريات المدرسه او حاجات خاصه بالمدرسه. هو فيديو النهارده هيكون كله، يعني هو فيديو هيكون عن منظم في المدرسه زي ما شفتم في العنوان نفسها مصغره. فاول حاجه جبتها كرتونه ورسمت عليها بالعرض 25 سنتي، وبالطول رسمته 15 سنتي زي ما انتوا شايفين كده. وهقص، وبعد ما قصيته هنجيب العرض ب25 وارتفاع 10 سنتي، وهنا برضو 15 سنتي وارتفاع 10 سنتي، وهعمل 4 منهم زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وبعد ما جبت 4 كمان هجيب يعني زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده ان انا حطاهم على شكل، عشان تشوفوا يعني معايا في الفيديو، حطاهم على كأني بعمل بوكس هدايا او بوكس بشكل عام. انتوا لو عندكم بوكس تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي. وكمان هجيب 2 بنفس العرض اللي هم 15 سنتي في ارتفاع 10، وهبقى احطهم في النص. ليه؟ هتعرفوا. ودلوقتي بقول لكم ازاي نغلف كل الورق اللي هيبقى معانا. فبنجيب ورقة اكبر من حجم الكرتونة، بيجي 2-3 سنتي من كل جهة، وبعد كده بنحط عليها جلو. ايوه جلو، عشان الجلو بيلزق، يعني بيبقى كويس في اللزق بعيدا عن اي كرتونة بنستخدمها. وبنلزقها، معلش انا التيشيرت كان مغطي، بس احنا بنلزقها جامد ونحاول ان هي تبقى في النص. وكمان نرجع لورا، وزي ما انتم شايفين في الفيديو نطلع كل الهواء قبل ما الجلو يلزق في الكرتونة والورق نفسهم، عشان يبقى كده بشكل حلو قوي. هي هتبقى من جوه بس في نفس الوقت برضو لازم عايزينها حلوة. وده بيكون الشكل بتاعنا. وبعد كده بنجيب مقص وبنقص زي ما انتم شايفين كده. مش عارفة اشرحها لكم، بس احنا بنقص المثلث دوت عشان يطلع معاكم الشكل ده اللي هو بيبقى بالجنب كده كأنكم. مش عارفة اشرح لكم الشكل، بس الشكل هيبان على الشاشة دلوقتي. وهنا على فكرة كنت قصة زيادة، لازم نقصه قريب شوية من الحرف زي ما موريكم. ده بيبقى شكل الورقة بعد ما قصيناها من الأربع أجناب أو الجهات. بعد كده بنلزقها بجلو. أيوة، احنا الفيديو ده هنستخدم الجلو كتير قوي كتير قوي قوي، يعني مش كتير بس. فبحط على الورقة يعني زي ما انتوا شايفين كده، بحط على الجهة وببتدي ألزقها بكل بساطة بكل سهولة على الكرتونة، عشان اخلي الجناب تبقى شكلها حلو، ما تبقاش متفرغة، ويبقى شكل الكرتون نفسه باين. بحط على الورقة وبلزقها عادي جدا في الكرتونة زي ما انتوا شايفين. انا بوريكم عشان احنا هنعمل كمية كتيرة تغليف، او هيبقى في معانا قطع كتير، فعشان ما تقولوش نغلفها ازاي وتشوفوا فيديوز تانية، فانا خليتها لكم في نفس الفيديو، وكمان من غير اي تسريع، بحيث ان انتوا لو وقفت معاكم اي مشكلة تكونوا شايفينها بكل بساطة. شايفين في حاجة احسن من كده؟ وبنعمل كل الجهات كده اهو. وطبعا نتأكد ان احنا بنلزقهم كويس من كل جهة، حتى الحرف اللي احنا قاصين من عنده زيادة كمان نلزقه كويس، عشان ده لو ما اتلزقش كويس ممكن يضرنا بعد كده. وبعمل اخر جهة زي ما قلت لكم بنلزقها كويس قوي، وكمان بفرغ الهواء. ده بيبقى شكلها من الجهة دي. وانا هنا بوريكم ان يعني في مساحة هنا فاضية، فهنجيب ورقة اصغر من الحجم بتاع الكرتونة، او اكبر من الجزء اللي هو مش متغطي اللي متغلف، وبيبقى بالشكل ده. احنا بنجيب الورقة دي بتكون عادي جدا، نقدر نستخدم جلو، بس انا مش هستخدم جلو لان هو كان قرب يخلص وكان فيه كمية كبيرة عاوزة تتغلف، فاستخدمت شمع. وكمان الشمع مش هيخلي الورقة تتقطع بسهولة زي الجلو، ممكن تتقطع عادي جدا. وبلزقها، معلش وشي كان مغطي عليكم بس حاولت ابين لكم. نلزقها بالجلو. حاسبه هنا كنت حطيته سبت ثانيتين، وحطيت الورقة وحطيت صباعي عليها عشان الزقه كويس، عشان محدش يقولي ازاي بتلسع وهو اصلا ما فيش اي لسع. لا، انا كنت بتلسع في المسدس نفسه، وفي الشمع برضو كنت بتلسع، بس كنت بسيبه ثانيتين. يعني هنا اهو حطيت على طول. شايفين؟ هتلاقيني ايدي بتفرفر وانا بحط، بس بفرفر في نفس الوقت.
وبنكمل الجزء كله، بنكمل كل الكمية اللي معانا، اذا كان جناب او الاجزاء اللي بتتحط في النص او اي حاجة، اي جزء محتاج يتغلف نتغلفه بالطريقة دي هيكون افضل. ونقدر نستخدم سوليتيب برضو لو عندكم سوليتيب، ونقدر نستخدم في كل ده لا اما سوليتيب لا اما جلو لا اما شمع. بس انا حبيت استخدم كذا حاجة في نفس الفيديو عشان لو ما عندكمش ده تقدروا تستخدموا ده. وبدوس عليه كويس قوي واتاكد ان هو لزق مرتين، مش عارفه كانت داخل الفيديو تعمل ايه بس مش ما علينا. وده بيكون شكلها، مش عارفه ايه اللي عمل ده، بس هنا انا كنت بوريكم شكلها يعني عشان ما تقولوش ان انا كنت عامله جهه وجهه تانية لا. فده شكلها، كنت هنا بوريكم ان الورق او اللوحه نفسها كانها متعاد تدويرها. بصراحه حبيت الشكل قوي. ودي الاجزاء اللي انا وريتها لكم هغلفها وارجع لكم. بعد ما خلفت اخدت جزء، سبت من هنا 7 سنتي ومن الجهه التانية 7 سنتي وارتفاع 7 سنتي، يعني هيكون معانا الشكل ده من الاخر. وده على فكره انتوا لو هتعملوا احجام انتوا نظريتكم يعني او حسب نظركم تقدروا تقولوا الارتفاع والعرض وكل حاجه، يعني دي حاجه شخصيه لو انت هتعملي حجم مختلف عن الحجم اللي انا بعمله. وبنفرغها بقطر او مقص، انا استخدمت قطر ومسطره عشان القطر ما يبوظش حاجه. وبعيد عليها مرتين 3 عشان لو ما قطعش في المره الاولى يتقطع في المره التانية. وبعمل كل الجهات كده زي ما انتوا شايفين دلوقتي. وبقطع الجزء اللي فوق ده وبتك جامد. وهنا الجزء اللي في النص ده هيحصل معانا عادي على فكرة، عشان كان في شمع فطلعت القطر شوية وقصيته بالراحة قوي زي ما انتوا شايفين في الفيديو، ما قصيتوش جامد وفضلت انزل فيه يعني لحد ما بوظته. لا، هو ده اللي هيواجهنا لما نستخدم قطر وما دوسناش جامد. يعني انا بحب اوريكم كل حاجة بالتفاصيل عشان اكيد زي ما بتواجهني بتواجهكم، واللي اغلب الفيديوهات ما بتبينش ده فانا حبيت ابينها لكم. وبنقصها كده زي ما انتوا شايفين، بتشيل نفسها عادي، بس ده جزء كان معلق فشلته. بيتكون معانا جزئين، هل هنرمي جزء منهم؟ ابدا، مش هنرمي حاجة. الجزء الصغير ده هنستخدمه في الدرج مكان الفتحة، انا حرقت اول جزء. تاني جزء هنسيبه عشان الدرج، يعني واضحة نفسها. وانا بوريكم ان بيبقى فيه جناب كده، ده بنغلفها باستخدام السوليتيب لو ما عندناش ورق. وانا كان الورق عندي خلص طبعا عشان غلفت كل الاجزاء اللي انا كنت محتاجاها فاستخدمتها بسوليتيب. انا مش عارفه باين عندكم ولا لا، بس احنا بنعمل الجزء ده وبعد كده عملت الجزء ده بيبقى شكلها من ورا اتكلكعت مني عادي، وده بيبقى شكل من قدام. لو انتوا عاوزين شكل نضيف بقى قبل التغليف تعملوا الحركه دي، بس انا عشان نسيت واغلبكم هتلاقيه نسي فانا عملتها قدامكم عشان نبقى شبه بعض. يعني هو شكلها من وسط بتاع اللي اسمه المنظم، بس هي فعلا منظم شكله حلو. وبعد كده حطيت جلو ولزقته في القاعدة زي ما انتوا شايفين كده. انا لزقت دي اول ناحية عشان دي الناحية الاساسية من قدام فلزقتها الاول يعني. وبعد كده ابتديت الزق الجنب زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، بلزقها كويس برضو عشان ده شمع وبحاول ان انا الحقه. وكمان لزقت الجنب التاني، وهنا كنت بلزق الجزء اللي من ورا. وهنا عشان اتلسعت مرتين وانا بلزق الجزء ده فنسيت ادوس على الناحية دي، فانا حطيت شمع تاني ودوست تاني. شايفين وانا كنت خايفة ادوس اصلا من كتر ما انا كنت ملدوعة. وانا عارفة ان انا بلغي كتير بس معلش كنت بحاول، مش عارفة ايه الهبد اللي انا كنت بعمله ده، بس هو ده اللي انا عملته. صباعي وجعني بعدها، مش مهم. وبعد كده ده بيكون شكل المنظم. ودي أو حجم الدرج. دي القطعة اللي من قدام اللي قصيناها عملت منها 2، وارتفاع 7 سنتي عملت منها ارتفاع 6 سنتي زي ما انتوا شايفين. والقاعدة نفس الحجم بتاع الفتحة بتاعة الدرج زي ما واضح عندكم في الفيديو. وهنا كان في جزء من ورا عشان ده اللي هنلزق من ناحية الكرتونة.
عشان هنلزق الكرتونة الخلفية من ورا كده، مش هنلزقها فوقيه، لأ من ورا. وبعد كده القاعدة برضو احنا غلفناهم كلهم بنفس الحجم بنفس الطريقة قصدي، وهنلزقهم كمان بنفس الحجم عشان تكونوا عارفين ده اسهل منظم ممكن تعملوه للأقلام والكشاكيل وكل حاجة في المكتب. عايزة اقول لكم ان هو شال الحاجات اللي كانت على المكتب شال كتير، فانا كنت بوريكم يعني ان هو هيبقى الشكل ده. وبعد كده جبت الناحية اللي من قدام واللي هتبقى من ورا ايهما اقرب، وحطيت عليها جلو من جنب، وحطيت الجهة بتاعته عشان تكونوا عارفين لما بنكون عاملين قطعتين زي بعض بيكونوا قد بعض، حتى بعد التغليف بيكونوا قد بعض برضو. فاذا اتلخبطنا في الناحية دي والناحية دي فمش هتبقى مشكلة كبيرة. وبنلزق الناحيتين كده اهو، انا كنت ماسكاهم كده وعشان الزق بسرعة مارتينا هتساعدني مسكتهم مكاني، وجبت اللزق الجلو لزق جبت مسدة شمع وحطيت شمع ولزقت اخر جزء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لزقته كويس قوي لان احنا يعتبر عملنا الدرج من غير القاعدة، وهنا انا كنت قست القاعدة وحطيت اللزق الشمع مكانه. انا عارفه ان انا بلغي كتير بس معلش سامحوني. فحطيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فحطيت شمع كتير. هنا انا كنت بحط بالسرعه اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي، ما كنتش مسرعه. فبنلزقها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. فده بيبقى الدرج بتاعنا بكل بساطه. وبرده نلزقه من قدام ومن ورا زي ما انتوا شايفين، قدام وورا ومن الجناب كويس قوي. وبعد ما دخلته ده كان شكله مش وحش، بس شكله كان حلو ومحتاج شويه تزيين. انا نسيت اغلفه، احط له شويه ستيكرز كده. وبعد كده غلفت الناحيتين اللي انا وريتهم لكم في اول الفيديو، وهم دول. كنت بوريكم بس الشكل النهائي قبل التلزيق عشان لو كنت هعمل شويه تعديلات، عشان انا كل شويه كنت بعمل حاجه وبروح اركبها عشان لو في شويه تعديلات اقدر اعدلها واوريها لكم، مش بعد ما اخلص الفيديو اروح اعدلها من وراكم يعني. فده بيبقى الشكل بتاعها. و بعد كده شلت كله ده عشان هنبقى نلزق بجلو، وكمان شلت الدرج عشان تكونوا عارفين يعني، عشان لما نلزق الجهة دي بالجهة دي ما الدرج ملزقش جنبها. وهنا حطيت على 3 اجزاء بالسرعة كمان اللي انتوا شايفينها دي. انا سرعت لكم حاجة بسيطة بس هي كنت بحطها بسرعة قوي. وهنا كنت بحط الناحية التانية كده اهو زي ما انتوا شايفين. وركبت الدرج تاني وحطيت القاعدة تاني، لقيتها بتدخل بصعوبة او ان هي ثابتة مكانها، فلزقتها بالشمع كويس قوي عشان برضو لو تحط عليها حاجات كتير ما تنزلش تحت على الدرج. ولزقتها من الجناب اللي انا وريتها لكم او من الاربع جهات زي ما انتوا شايفين. وهنا بعد ما حطيت الاقلام وقعت، فانا حطيت جزء كده يفصل ده عن ده، وده شكله في الاخر.